السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم لهذا الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله على كل حال. احنا فخورين بمنتخبنا الوطني وكنشكروهم من اعماق قلبنا على كل ما قدموه باش يوصلوا لمرتبة نصف النهائي وشرفونا امام العالم باكمله. الحمد لله. يعني فزنا بمنتخب قوي، بمنتخب ذو اخلاق عالية، بمدرب طموح، بمدرب اللي خلى من اللعابة يعطوا كل ما في جهدهم. والحمد لله على كل حال. رغم الخسارة أمام فرنسا إلا أننا يعني وصلنا نصف النهائي اللي ما عمرت شي فريق إسلامي أو عربي أو حتى إفريقي وصل لهذه المرتبة هذه. وحنا كنشكروهم على المجهودات اللي داروا كاملين، لعبة واحد بواحد، والمدرب تاعهم والاطار التقني والفريق المهم ديال المنتخب ديالنا كامل، من اللي ساهم في انجاح هذا المنتخب من قريب او من بعيد. وكنشكروا الجمهور المغربي اللي حضر القطار ودعمهم وراته هو الاخلاق ديالو في جمع القمامة اللي كيتسالى الماتش، وبالتشجيع ديالو الفريق ديالو لاخر رمق في المباراة. خصوصا المباراة اللي كانت مع فرنسا، يعني استمر في التشجيع حتى لاخر لحظة، وحتى اللعابة عطاو كل ما في جهدهم حتى لاخر لحظة. والحمد لله على كل حال. وحنا كنتمناو في المباراة ديال الترتيب يفوز المنتخب ديالنا على كرواتيا، وتكون عندنا المرتبة الثالثة إن شاء الله، ونتوجو حتى حنا مع اللي غيكون بطل إما فرنسا أو الأرجنتين. المهم حتى حنا نكونوا في المرتبة الثالثة إن شاء الله. التاريخ غادي يسجل هذا الإنجاز اللي داروا المنتخب ديالنا الوطني في 2022، وحنا كما قلت في بداية الفيديو فخورين بهم لكل ما قدموا منذ البداية ديالهم في المونديال. استطاعوا يقصيوا فرق كبيرة بحال إسبانيا والبرتغال، كرواتيا وغيرها من الفرق الآخرين اللي لعب معاهم في دور المجموعات. الحمد لله. رغم انه زعما في فرنسا كنا باغيين يربحوا، ولكن يعني راه الظلم ديال التحكيم. والجامعة الملكية لكرة القدم غادي تتابع الحكم لدى الجهة المسؤولة في الفيفا على حساب دوك ضربات الجزاء المستحقة للمنتخب ديالنا اللي ما صرحش بهم خلال المباراة. ويعني بزاف ديال الحاجات اخرين اللي ساهموا فاش الفريق ديالنا ما نجحش، بحال الاصابات ديال اللعابة وغيرها من الظروف. ولعله خير ان شاء الله. ومازال غادي تلعبوا كأس العالم، ومازال غيكون كأس افريقيا، وكاين بزاف ديال المناسبات، واللعابه ان شاء الله غتفتح لهم افاق في الانديه العالميه الكبرى. وايضا اكتسبنا حب ديال الدول العربية اللي توحدوا وكلهم شجعوا المغرب. فقط بعض الأقلية اللي مرفوع عليهم القلم، ولكن الأغلبية الساحقة ودول إفريقيا الكل ساند المغرب وفرحانين بالإنجاز اللي دار، وسموه بأنه الإنجاز ديالهم حتى هما. وهذا ما كان أخوتي في هذا الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم، وشكرا لكم على المتابعة. دمتم بخير، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. موعدنا يوم السبت إن شاء الله في المباراة ديال المنتخب ديالنا مع كرواتيا، إن شاء الله الفوز بإذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. رغم الخسارة من فرنسا أبتسم وفخور. نعم، المغرب خسر مع بطل العالم، مع حامل اللقب، بس قبلها طلع بطل العالم السابق إسبانيا، وطلع ثاني تصنيف العالم بلجيكا، وطلع البرتغال بطل أوروبا، وهزم كندا، ووصل لنص نهائي عليه هدف. الناس بتقلك بالحظ، أي حظ؟
28 منتخب صيفوا، أوروغواي حاملة بطل العالم مرتين برا، وضل المغرب. هذا ما اجى من فراغ. قبل ما نتأهل لكأس العالم كان بدنا الدور الثاني، مع المغرب صار بدنا كأس العالم. هم اللي خلونا نحلم، فخلينا نوقف معهم، فايزين وخسرانين. هم الآن 1 من 4 بالعالم، شاء من شاء وأبى من أبى، واللي عم بيشكك يشرب من البحر. Sorry.